العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. مزارع نموذجي يؤكد نجاح تنمية أشجار الفواكه. الحملات التوعوية الصحية تسهم في تأمين الصحة للجميع. انخفاض أمراض الحيوانات على مستوى البلاد. فتح الحدود الليبية التونسية مجددا بعد إغلاق دام 7 أشهر. أذربيجان تبدأ تبادل جثث قتلى قرهباغ مع أرمينيا. وطهران تنفي تقريرا صحفيا عن مقتل قيادي بالقاعدة على أراضيها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المزارع النموذجي القس تخلي النجدي الذي عمل في تنمية البستنة على ضفاف وادي قراشة ببلدة هيكوتا منذ عام 1998 نجاح زراعة أشجار الفواكه. وقال القس تخلي إن تنمية أشجار الفواكه الكبيرة ناجحة بكل المقاييس، داعيا لمنحها اهتماما أكبر في إطار تنمية الخضروات. وذكر بأن التركيز على تنمية أشجار الفواكه الكبيرة على ضفاف الأودية الكبيرة يكافح التصحر ويضمن استمرارية الإنتاج، وقد لمس فوائدها المضاعفة على أرض الواقع، مناشدا المنتجين في المنطقة لحزوه. وذكر القس تخليب بأنه أنتج في مساحة محدودة أكثر من 300 من أشجار الفواكه مثل البرتقال والليمون والجوافة، وقد بلغت مرحلة الإثمار. وإلى جانب الاستثمار الجاري على الأشجار الكبيرة، ينشط أيضا على تنمية الخضروات، وقد غير ذلك حياته المعيشية وتلبية طلبات المنطقة. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية هيكوتا السيد يوناس يوسف أن المزارع النموذجي القس تخلي نجدي ينجز أعماله الزراعية بالتركيز على العملية عن طريق إدخال وتهجين وتكاثر مختلف أشجار الفواكه اكتسبه شهرة واسعة. وبما أنه ينشط بالتنسيق والتفاهم مع خبراء الزراعة، أصبح نموذجا للعمل الناجح. وناشد السيد يوناس القس تخلي نجدي الدفع بقوة في الزراعة المرتكزة على تنمية الفواكه في أقليم القاش بركة، وعلى المزارعين حزو الأعمال النموذجية. تلعب المؤسسات الصحية المنشأة على كافة أرجاء البلاد دورا كبيرا في تأمين صحة المواطنين برفع الوعي والفهم العام، إضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة. وبموجب تقارير وزارة الصحة، تشتمل الخدمات المقدمة عن طريق خبراء الصحة على سيمينارات حول أهمية التطعيم والرعاية الصحية الأساسية قبل وبعد الولادة، والنظافة الأهلية، ومراقبة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك متابعة الأمهات والأطفال وخدمات الولادة ومعالجة الأطفال المنسقة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض الوبائية، وستبرز نتائجها أكثر مع الوقت. ويوضح خبراء الصحة بأن إضافة تلك الجهود إلى الاستثمار الجاري المتمثل في توفير الأدوية والأجهزة الطبية والكادر الصحي واكتمال الخدمات الصحية حتى في المناطق النائية والبعيدة، يسهم في تأمين صحة المجتمع برفع كفاءة وفعالية الخدمات الصحية. وأوضحت وزارة الصحة تحقيق إنجازات ملموسة في كافة المجالات الصحية بفضل المساهمة الجماهيرية والشركاء الفاعلة، كما ساهمت الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة بتقوية الكادر الصحي وإنشاء الأجهزة الطبية الرئيسية والأدوية في انخفاض نسبة وفيات الأمومة والطفولة، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية. ويجري العمل الدؤوب للنهوض بالنتائج المحققة. في غضون ذلك، يدعو خبراء الصحة الدفع بولادة الحوامل في المؤسسات الصحية وبناء عنابر للانتظار الحوامل لمساهمتها في انخفاض نسبة وفيات الأمومة والطفولة، وكذلك الدفع بتنمية قدرات وكلاء صحة القرى.
ساهمت البرامج التطعيمية الحيوانية المنتظمة الجارية والخدمات الصحية الأخرى التي تقدمها وزارة الزراعة لتأمين صحة المواشي وتنمية الإنتاج الحيواني في انخفاض الأمراض الحيوانية. وينشر المهنيون الزراعيون إلى أن برنامج التطعيم والخدمات الصحية الأخرى المقدمة سنويا لمئات الآلاف من المواشي لعبت دورا كبيرا في تأمين صحة المواشي، إضافة إلى مكافحة ومعالجة الأمراض والآفات، كما عملت على مكافحة انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان. كما أفاد المهنيون بإجراء متابعة جادة لمكافحة الأمراض العابرة للحدود، وعلى المزارعين تطعيم مواشيهم في الوقت المحدد والإبلاغ الفوري في حال ظهرت أعراض أمراض حيوانية جديدة، وعلى إدارات المديريات تعزيز تعاونهم. ولا توجد أمور مقلقة على صحة المواشي بفضل رفع وعي المزارعين من خلال حملات التوعية المكثفة والمساعي الحثيثة الجارية. أيها السادة المشاهدين، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. بدأ مسافرون بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي أعيد فتحها منتصف النهار بعد إغلاق دام 7 أشهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وتم إغلاق الحدود نهاية مارس في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما عاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود. ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملهما وفق وزارة النقل التونسية. وكان قد توصل المندوبون الليبيون المجتمعون في تونس لبحث حل سياسي للأزمة في البلاد التي اتفاق على تنظيم انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر 2021 وفق ما أعلنته مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في مؤتمر صحفي. وهذه أولى نتائج المناقشات الجارية في تونس بين 75 مندوبا من جميع الأطراف اختارتهم الأمم المتحدة لمحاولة إخراج ليبيا من الصراعات التي تمزقها. أعلنت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني في منطقة قرهباغ المتنازع عليها بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمني جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قتلوا خلال المعارك في محيط مدينة شوشة الاستراتيجية، مقابل تسلمهم جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها. لافتة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قرهباغ. وأشارت إلى أن العملية نفذت بناء على البند 8 في الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية في قرهباغ الذي صدر مؤخرا عن رئيسي أذربيجان إلهام عليف وروسيا فلاديمير بوتين ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان. وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسيا في 9 من نوفمبر الجاري اتفاقا لوقف إطلاق النار في منطقة قرهباغ. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الجمعة تقريرا يفيد بأن عميلين إسرائيليين قتلا في 7 من أغسطس الماضي بطهران الرجل الثاني في تنظيم القاعدة عبدالله أحمد عبدالله المصري المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998. لكن إيران نفت التقرير في بيان لوزارة خارجيتها. وذكرت الصحيفة أن رجلين على دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص. هذا الرجل الشهير بأبي محمد المصري والذي كان ينظر إليه باعتباره الخليفة المرجح لزعيم التنظيم الحالي أيمن الزواهري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات الذين لم تذكر أسماءهم أن المصري كان محتجزا في إيران منذ عام 2003، لكنه أصبح طليقا يقيم بحي راق في طهران منذ عام 2015. ومضت قائلة إن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين يعتقدون أن إيران ربما سمحت لمثل هذه العناصر بالعيش بها لتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري يعد الأكبر حتى تاريخه في عام 2020 يضم 100 تابوت بحالة سليمة في منطقة سقارة بالقرب من أهرامات الجيزة. وكشف عن التوابيت الخشبية مقلقة بإحكام وسط اهتمام إعلامي كبير، وهي عائدة لمسؤولين كبار في العصر الفرعوني المتأخر وعصر البطالمة في مصر القديمة. وعثر على المقابر على عمق 12 مترا في منطقة سقارة الواسعة قرب القاهرة. وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الكشوفات من أجل إنعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصا في ظل جائحة كوفيد-19 التي قيدت حركة السفر حول العالم. ختام النشرة، إلى اللقاء.